خوتي المغاربة داخل وخارج الوطن، السلام عليكم وتحية لكم على التتبع للصفحة. وكنشكر شكر جزيل للجالية المغربية بأوروبا على التتبع ديالها وعلى النضال ديالها في سبيل كرامة البلاد وكرامة سيدنا، واللي كيناضلوا الله يوفقكم والله ييسر أمركم في هذا الشهر المبارك. اليوم بغيت غير نوضح بعض النقاط، ولبعض الناس اللي كيوصلوا رسائل خاطئة للمواطن. وهاد الناس الله يهديهم، حيت بزاف الناس اللي بينوا على الانياب ديالهم، وما عرفتش انا علاش. واش حنا كنتحاربوا غير بعضياتنا؟ حنا شنو الدور ديالنا ولا اي واحد؟ اننا كنوصلوا واحد الفكره وكنوضحوا وكنحاولوا اننا نهدنوا الوقت، ونبينوا للناس شنو هما الاخطاء اللي خصنا نتفاداوهم، وكيفاش خصنا نتعاملوا اننا يد وحده واننا خوت الحمد لله، وان المغرب مغرب واحد بشعبه تبارك الله بالنضال ديال الشعب ديالو. هادشي كلشي لحفظ الاستقلال بهذا المفهوم هذا، والاطمئنان والكرامه والامن للشعب ولهذا الوطن. هذه هي المسائل اللي كنطرقوا لها. انا تنشوف شي شي ناس اللي واخدين الامور بواحد الشكل خاطئ، وما عرفتش كيقلبوا، ما عرفتش. بعدا بغيت نوجه الكلمه لمول الشكاره. هاد مول الشكاره مؤخرا دار واحد الفيديو كيهضر على الحراك ديال الريف. شي تتقول لينا انت راه غير كدير ريبيت، هادشي راه حنا فاهمينه والحمد لله. الامور راه كتحسن، ويكون في العلم ديالك بان راه كان الحمد لله يوم الاثنين كان واحد الاجتماع ديال رئيس الحكومه مع الوزراء كاملين، وتحط الملف وتحطوا ملفات في جميع القطاعات، والملف ديال الحسيمه. والحمد لله الامور راه كتحسن، وكاين امور ايجابيه ان شاء الله، وتطرقوا للمواضيع كلها وتطرقوا للمطالب والاحتياجات ديال الساكنه ديال الريف. وراه بداو في الانطلاقه ديال واحد المستشفى، راه جابوا اليات وتخصصت واحد الميزانيه من وزاره الصحه باش انهم يطوروا من هذه المستشفيات، وتبدا الانطلاقه ان شاء الله. هذا المخطط راه يعني راه كان، غير كانت واحد الدراسه وكان واحد بعض التوضيحات باش تنطلق. وفي القطاعات الاخرى، يعني القطاعات ديال التعليم، القطاع ديال الامن، القطاع ديال معالجه مشكل البطاله، يعني باش انهم يوفروا شركات ومعامل وبزاف ديال الامور باش الساكنه تتحرك وما يبقاش هذا المشكل. يعني الامور راه كتقاد اللي انت كدوي على الحراك. حنا غنهضروا في صلب الموضوع. يعني درتي واحد الاخطاء، دويتي على مساله العلم، ان دوك الناس يعني دياولنا شحال هزوا العلم المغربي وهزوا اشنو صوروا، وكتأيد بان إن فوا تهز داك العلم اللي ما عرفناش حنايا الاصل ديالو مين والاساس ديالو مين، قلتي بان تحقق المطالب ديالهم. هذا خطأ. هذا بالنسبه لي. يعني دوك الناس ماشي كيهزوا العلم المغربي على اساس باش يعني تحقق لهم المطالب ديالهم. هذاك العلم المغربي كيهزوه حيت هما ولاد البلاد، ومغاربه احرار، والعلم كيهمهم، عنده واحد المكانه كبيره في قلبهم وكيجري في دمهم. تا مغربيت، وصورة الملك هذاك ملكهم اللي كيحبوه اللي كيناشدوا باش انه يشوف المشاكل ديالهم ويحاول يتلقى واحد الحل لهم. فوالا. النقطة الأخرى قلتي، يعني بسطتي بأن دوك الناس اللي حرقوا جوازات السفر وحرقوا الرايات يعني ماشي لخاطرهم. فهمت أنايا يعني صافي اللي عنده شي مشكل ينوض يحرق العلم أو يحرق الباسبور اللي كيمثلو. إلا أنت تتفكر بحال هكاك السي مول الشكارة، حنا ما كنفكروش هكاك. كل واحد ومشاكله والله اللي عالم به، كل واحد الله اللي عالم به. ولكن الامور اللي كتهمنا وكتهم المكانه ديال بلادنا والقيمه ديال بلادنا والقوه ديال بلادنا ما خصناش نعاديوها.
الرايه راه كتمثل العلم ديالنا اللي كيجري في دمنا، العلم ديالنا داك نموتو عليه. اللي غادي تقول لي اي مشكل ولا مسانده ولا داك المرض ديال والو نوض نشد الرايه ونحرقها، ولا الباس نوض نحرقو، راك حرقتي الاصل ديالك والمفصل ديالك. الاصل ديالك حرقتيه، غبرتيه باش تبسط انت هاد النقطه. حنا راه ما متفقش معاك انايا. اي كنت نسمع لك كنشوف كيفاش كتناض وداك الشيء، كنت تنستمع لك وكيعجبني السيستم اللي ماشي بيه انت، لانك كتناضل على قبل انك تعاون مع الناس اللي متضررين في كل القطاعات. ولكن باش تهضر ليا في هاد النقطه هذه، انا ما عجبنيش الحال وما عجبنيش التصرفات ديالك وطريقه الكلام ديالك. ما عرفتيش كيفاش توصل الفكره ووصلتيها خاطئه. هذه نقطة. المسألة الأخرى كتدوي على المقاوم عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي إلا هو كان مقاوم في منطقة الحسيمة، راه كيتحسب مقاوم بالنسبة للمغرب والمملكة المغربية كلها. باش نزيدك نقطة أخرى، من غير عبد الكريم الخطابي كانوا ناس حمو الزياني اللي كان هو مقاوم في الأمازيغ نواحي الجنوب. نزيدك عاوتاني محمد الزرقطوني اللي كان في الدار البيضاء، ها، والاصل ديالو والسكنه ديالو كانت في سيدي معروف. باش نزيد نوضح لك اكثر، هذاك السيد تا هو ناضل يعني بشي حوايج اللي ما يمكنش انت يدخلوك لدماغك، مع المقاومين الاحرار اللي عندهم نفس وعندهم غيره، اللي انت كتبسط الرايه وكتبسط حرق الرايه وحرق الباسبور. دوك الناس هداو الارواح ديالهم في سبيل هذا الوطن، وفي سبيل باش تكون انت ونكون انا ونكون يكون الشعب. فهمتيني؟ الاستقلاليه ديال البلاد ناضلوا وفناو مساك الارواح ديالهم على قبل الاستقلال ديال البلاد وتحفظ له الكرامه ديالو ونعيشوا بامن وامان وباستقرار. هذاك السيد باش يكون في علمك يعني اول مقاومه ليه نسف قطار اللي كيربط ما بين الجزائر والدار البيضاء، وعامر بالخونه وبالاستعمار الفرنسي، بالجنود الفرنسيين، ودار 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 ودار. ونهار مسكين تم القبض عليه راه لاح فنيده ديال السم. غاديش نبقى نعاود لك انا التاريخ باش قتل راسو. علاش؟ باش انهم ما يقدروش انهم يسيطروا عليهم وانهم يضغطوا عليهم باش ياخذوا منهم معلومات ديال المقاومه. فنا مسكين روحو على قبل هذا الوطن، على قبل المغرب. يعني حنا نهزوا تصاور ديال محمد الزرقطوني ولا حمو الزياني ولا ابراهيم الروداني ولا نزيدك عاوتاني ولا علال بن عبد الله ونبداو تحنا. لا، هذوك مقاومين في قلوبنا وفي عقلنا وفي الذاكره المغربيه وفي ذاكره كل الناس اللي كيحبوا هذا الوطن وعندهم غيره على هذا الوطن وعلى الكرامه ديال هذا الوطن. باش غنبداو المقاومين داروا الدور ديالهم، الله يرحمهم وراهم في ذاكرتنا عمرنا ما غنساهم. باش نشدوهم كقدوه في 2017 ونبداو نهزوهم ونهزو رايات ديال ما جو سي با، وتقول لي تبسط الامور بحال هكا. لا، كاين الحمد لله دابا كاين الملك محمد السادس نصره الله، هو الحامي ديال البلاد، هو اللي كيشوف المصلحه ديال البلاد. ها، وكاين العلم المغربي الاحمر اللي فيه نجمه خضراء، يمكن راه كتعرفوه كيعرفوه المغاربه كلهم. هذاك هو العلم اللي كنموتوا عليه، هو اللي كنعرفو. هذوك الناس اللي كتدوي عليهم حنا ماشي ضدهم، هذوك راه كينتميو للمغرب. وريافه راه خوتنا، وقلت شحال من الفيديو هضرت على هذه النقطه وقلنا المطالب ديالهم مشروعه. انا دويت لك غير على الاهداف ديال دوك الخونه اللي كيقودوا هذيك المسيره، وشنا هما الاهداف ديالهم الخبيثه. اهدافهم راه هي الخراب. اما دوك الناس الشرفاء الاحرار ديال الريف راه معروفين المطالب، راه حطوهم نقاط واضحين. راه الحكومه استجبت لهم وجاو عندهم وتكلموا معاهم، ودابا دار اجتماع خاص فيه رئيس الحكومه مع الوزراء، والملفات راهم تنفذوا واستجبوا للطلبات ديالهم وراه بداو في العمل ديالهم في الريف. يعني بوان فينال صافي سالينا. شي حوايج اخرين راه كتقلب على المشاكل وصافي. حيت كاين واحد الناس، باش نوضح لك، واحد الفئه ديال الخونه اللي كيقودوا هذا الحراك عندهم اهداف ما هي هما الاشتباكات، باش تكبر القضيه ويسخن الطرح وتنوض الفوضى ويلقاو هما من يدوزوا
هذا هو. اما الا كانوا غير المطالب راه صافي الحمد لله. المطالب راه استجبوا لهم، راه دار اليوم الاثنين راه دارت واحد الاجتماع، راه ما طرقوا الامور كلشي تقاد، راه الخدمه غتبدا، راه بداو في المستشفيات، راه الامور غاديه الحمد لله كتقاد. من غير هادشي راه ما جو سي با، ما كاين حتى شي حاجه من غير هادشي. ثاني حاجه، واحد السيد حتى هو صحفي، تيظن انه صحفي محترف، وانما انا بالنسبه لي ما صحفي محترف، ما تيجيني ولا تيجيني ولا جو سي با، اللي تا هو تيدير ريبيت الحراك الريف. عرفنا المطالب ديالو كلشي واضح. عرفنا تاني واحد الناس اللي هما منظمات خارجيه وزيد 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 وخونه داخل البلاد وداخل الوطن، اللي ما عندهم لا غيره لا دم ديال تا مغربيت، الله يعفو عليهم والله يهديهم. راه كل واحد كيوصل الوقت ديالو وكيتجازى على الاخطاء اللي دار. الغلط تتقول بان غادي نقول شي حقيقه اللي غادي تضر المسؤولين، غادي نقول شي حقيقه اللي ما غتعجبش الناس، تا 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 اش من الحقيقه غتقول لينا انت؟ تا اش من الحقيقه شنو؟ الحقيقه خصك تعرفها انت، وخصك تبحث على الحقيقه، وخصك دير واحد الدراسه وواحد الدرايه، عادش اجي دير واحد البرنامج وتكلم وتتبين انك كتساند تساند ولا. وبالنسبه للزفزافي سوف يكون عنده شأن عظيم. اش من شأن؟ شأن في الخيانه، خيانه البلاد، خيانه سياده البلاد، الضرر بالبلاد، الحاق الضرر والفتنه بالبلاد. شنو هذا هي اشنو؟ شنو هو هذا الشأن العظيم؟ ما هو هذا الشأن العظيم؟ الشأن العظيم راه داروه الناس اللي قبل منه وقبل مني وقبل منك وقبل من هذا الشيء كامل. الناس اللي حاربوا وقاوموا وفدوا ارواحهم، هذوك هما يديروا الشأن العظيم، وباقي الان مكتوبين في التاريخ. المقاومين الرجال الذكوره ديال بصح. باش تقول لي انا واحد ممول وغادي بواحد السياسه ديال الفتنه في هذاك الحراك، وقالوا المطالب واستجبوا لهم وما عرفت شنو كيقلب، ودابا راهم كيحققوا معاه. خذ لك اخر الاخبار، راه كيحققوا معاه ولقاو واحد شنقول لك اشتباك، شباكيه نايضه عنده هو، ومازال كيخرجوا منه المعلومات. كاع اللي كان غيضر بلادنا ويضر بالسياده ديال البلاد ويمس بالامن والاستقرار ديال البلاد، راه ما راجل ما والو. تقول لي شأن عظيم؟ فاش هاد الشأن العظيم؟ فاش؟ في الخيانه. الله يهديك الله يهديك وبدات تطالع اشنو واقع، ودير واحد البحث وواحد الدرايه عاد تتكلم، وعرف ما هو الاساس ديال كل حاجه، وتكلم عليها بوضوح وبصراحه، واعطي معلومات صحيحه، ما تبقاش تقول معلومات خاطئه وغتقلق ما غادي تخربيق ديال والو. وواحد اخر تا هو الله يهديه والله يعفو عليه، اللي كيقيس بالبروفيسور ديالنا مامون الدريبي، هذاك ما توصلش ليه حتى في القاع ديال رجليه. هذاك تبارك الله نابغه هذاك السيد. هذاك السيد كنحترموه وكنقدروه وكنستمعوا ليه، وكيوجه بزاف ديال الناس وكلشي كيحبو لا داخل الوطن لا خارج الوطن، وكلامه موزون وموثوق منه وكيوصل لهدف نيشان. ماشي بشهادتي انا، بشهاده الشعب المغربي باكمله. الاحترام اللي كنحترمو داك السيد وعلى المواضيع اللي كيناقش. فاش تكلم على الانجازات ديال المغرب، الدواء على الحراك لانه كيقودوا انه ماشي من اهل الثقه، انه كيقود واحد الحريق، واحد العافيه. وراه بالفعل حنا هما تشد هما كيحققوا معاه، هما تيخرجوا منه العجب والعجاب. يعني اشرح لي انت هذا الحراك هذا، وكدوي على وزير الفلاحه، وعلى وزير مال وزير الفلاحه، كطيح وكتنقص منه. راه مشى لعند المجال ديال الصيد البحري. شنو وقع؟ ما لقاش ناس كفاءات، ما لقاش ناس اللي يوكلوا واحد انه يتكلم معاه ويحط المطالب ديالهم، ومشى تيدوي معاه، تيجبد ليه في السنانر وفي اللبسه ديال البحر وباراسول
كي بغيتي هاد الاحترافيه وكي بغيتي كيفاش بغيتي هاد الوزير يتعامل. هو دابا قرب من المواطن وقرب من هذاك الصياد، ها، باش يعرف شنو هما المطالب وشنو هو المشكل اللي عندكم وشنو خاص. راه نتوما في هذاك القطاع كنتو تكونوا اذكياء، وانكم تنصبوا واحد السيد واحد اللي يكون عنده واحد الدرايه بالمجال وبالقطاع ديال الصيد معاه ويهضر معاه. علاش هذا؟ ومهما هذاك الشيء راه الحمد لله الامور هي كتحسن. واخا كاين بعض وما كانش واحد الاستجابه ديال المواطنين تما وديال الناس المسؤولين هذاك القطاعات انهم يستجبوا للوزراء ويتناقشوا معهم. ما كاين ردود فعل فاشله اللي خلاتهم انهم ينسحبوا. ومهما داك الشيء الحمد لله راه الامور كتقاد. راه تعلنات الاجتماع اللي دوينا عليه وكان رئيس الحكومه ومع مع الوزراء كلهم وتحطوا الملفات كلهم ودرسوا وطرقوا الامور والامور غاديه في التحسن ان شاء الله. وراه الانجازات راه تم الاشتغال عليها. واكثر من هادشي شنو كاين؟ خدموا عقلكم، خدموا عقلكم. انا ماشي ضد هاد الشيء اللي تيتقال، ولكن غير يتقال بواحد الرزانه وتوصلوا الفكره تكون صحيحه. هذا هو الاساس في الامر. حيت حنا ملي كنسمعوا شي ما كتعجبناش راه كيبقى فيك الحال. راه المغاربه كلهم تبارك الله فاهمين، راه كلهم فاهمين، كلهم كيفهموا كيعرفوا كيفاش كيستقبلوا الكلام وكيفاش كيدوروه. ما يمكنش نخربقوهم وكيبداو يسبوا العياشه والعياشه هادي وما عرفتش مال هاد العياشه هادو مالو. نتوما اللي عنده غير على بلادو وغير على مالكو وكيحترموا ما كديرونا عياشه ومدلولين. راه حنا ماشي مدلولين. باش نفهمكم واحد النقطه، حنا ماشي ضعف، حنا كنحبوا ملكنا وكنحترموا ملكنا حيت كيستحق الاحترام وكيستحق الحب. ماشي ضعف وماشي عياشه كما كتقولوا كيمسحوا فينا صبابطهم، لا. وبالنسبه للمسؤولين اللي ماشي نزهاء والخونه، راه كل واحد كتجي الوقت ديالو وكيتعاقب. حنا اللي كيهمنا حنا هو الاستقرار. اول حاجه هو الاستقرار ديال بلادنا والكرامه ديال بلادنا، وما نسمعوش لشي قرد يعني نعاود نقولها من القرده انه يمس بهاد البلاد او بالكرامه ديال هاد البلاد او يمس السياده ديال هاد البلاد ولا يمس ملكنا. هادو هما النقط اللي ما نحملوهمش. اييه راه نعاود نكررها ونعاود نقولها، راه حنا فاهمين وكنعرفوا وكنشوفوا اشنا هما الامور اللي عندنا فيها نقص في هاد القطاعات. راه عارفين كلشي وما كنسكتوش، ورسالتنا راه كتوصل. والحمد لله راه كلشي كيتحسن، كلشي غيتقاد. ولكن ماشي بهاد اللويان الدراع وبهاد العنف وبهاد التخربيق وكل واحد كيفاش كيشير والناس اللي بينوا الانياب ديالهم هبطوا شويه داك غطيو دوك الانياب حيت يقدروا يتقرضوا لكم مع الوقت. الله يجازيكم بخير. هادشي اللي كنطلبو حنا، اللي كنطلبو هو الاستقرار والامن والامان. والحمد لله ها هو كلشي كيتحسن كلشي كيتقاد. علاش غادي نبقاو طالعين وكنشعلوا فيها وهي راه ما كاين والو؟ ما كاين حتى شي حاجه، غير قله العقل وقله ضبط الاعصاب والمفهوميه. نسيتو هادشي اللي كاين. نتمنى الرساله ديالي توصل، ونتمنى لخوتي المتتبعين انهم يبارطاجيو هادشي باش توصل للناس اللي عندهم واحد الفكره خاطئه وعلى لا على الشعب لا على البلاد. ونوضحوا لهم هاد النقاط باش يعرفوا كيفاش يستقبلوا هادشي وكيفاش ياخذوا به وكيفاش يتعاملوا به. والله يهدينا. ونتمنى لكم امسيه طيبه، ونتمنى عاوتاني لكم الشهر ديال رمضان دوزو بالخير ان شاء الله. وباش ما تمنيتو الله يوفقكم والله يعاونكم.